السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قول كورة. قول كورة قناة رياضية هنتكلم فيها مع بعض كورة، هنتفق كورة ونختلف كورة ونتثقف كورة بطريقتنا احنا بس، بأسلوب راقي وبدون أي تعصب أو تحيز، وفي الآخر بنطلع حبايب في الكورة. لو عجبتك القناة اعمل لايك واشترك معانا، إن شاء الله نرد على تعليقاتكم ونتواصل مع بعض إن شاء الله. معاكم حكم الكرة السابق هشام حامد. حلقتنا النهارده ان شاء الله هنتكلم عن مباراة مودرن سبورت والاهلي في تاني ايام الجولة الاولى من دوري نايل 25-26. ورجعنا لكم تاني في قول كورة، وفي تاني ايام الجولة الاولى من دوري نايل 25-26. كان النهارده عندنا 4 مباريات. كان سموحة بيلعب طلائع الجيش والمقاولين وزد، دول كان الساعة 6. وكان في مباراتين الساعة 9، الاسماعيلي وبتروجيت ومودرن سبورت والاهلي. النهارده حلقتنا الاساسية ان شاء الله هنتكلم عن مودرن سبورت والاهلي بعد الفاصل. قول كورة واحنا كمان هنقول. الاهلي بدأ الشوط الاول بطريقة 4-3-3. بدأ بشوبير في حراس المرمى. الدفاع كان شكري وهاني على الاطراف، ومعاهم ياسين مرعي وياسر ابراهيم. لعب ب3 في نص الملعب، احمد رضا رقم 6، ولعب على يمينه برمضان وشماله قفشه. الثلاثي الهجومي كان زيزو ومحمد شريف وتريزيجيه. في الحقيقه التشكيل كان شويه غريب، شويه من ريبيرو. احنا حسينا ان الخطوط كلها متباعده معظم الوقت. اللعيبه مدي ظهرها ملعب الخصم، فطبعا كون مهاجم بيدي ظهره لملعب الخصم ده بيقلل كتير جدا من الخطوره الهجوميه للنادي الاهلي. حسيت بالتشكيل ده برضو ان في تفكك كبير قوي في الفريق وفي المراكز، بحيث ان مفيش ترابط بين اللاعبين، مفيش ترابط بين الخطوط، بحيث ان كل واحد بيلعب لوحده. في الحقيقه الاهلي ما قدمش حاجه خالص غير الشوط ده، وسلم نفسه تماما لمودرن سبورت. يعني هو سهل المهم على مودرن سبورت وعلى كابتن مجدي عبد العاطي. كابتن مجدي عبد العاطي كان عامل تكتل في اخر ثلث الملعب، وخلى معظم الوقت لعيبه النادي الاهلي تستلم الكره بظهرها، فده سهل له اللعب شويه وخاف عليه الضغط الهجومي بتاع النادي الاهلي. ما كانش فيه غير يعني في الدقيقه 40 شويه ابتدينا نحس ان ابتدى يبقى فيه فكر شويه المدرب، فكره تحرير زيزو. ادى شويه حريه لزيزو وودى برمضان ناحيه اليمين، وخلى زيزو يتحرك شويه في الملعب بحريه تامه شويه. عمل حلحله شويه لفرقه النادي الاهلي، وطبعا فتح بعض الخطوط شويه في فرقه مودرن سبورت. والشوط ده ما كانش فيه غير هجمه تذكر، كان مجهود فردي من تريزيجيه، مشي بالعرض عمل كوره بليسنج جت على شمال ابو جبل، وما كانش فيه حاجه تذكر. دي كانت احداث الشوط الاول والتشكيل الغريب اللي بدا بيه ريبيرو. بعد الفاصل ان شاء الله هنتكلم عن الشوط الثاني. قول كوره. قول كورة واحنا كمان هنقول. ورجعنا لكم تاني في قول كوره، والشوط الثاني من مباراه مودرن سبورت والاهلي. نور ريبيرو لحق نفسه في الشوط الثاني وعمل تغييرين في بدايه الشوط الثاني. خرج شكري وقفشه ونزل كريم فؤاد وطاهر محمد طاهر. وفي الحقيقه حسينا شويه في بدايه المباراه، ما فيش في اول دقيقتين 3 لا الاهلي شكله مختلف. الاهلي ابتدى يضغط مودرن سبورت وياخدهم لل 18 بتاعهم. كان الاول مودرن سبورت بيبتدي يدافع من تلت الملعب، لا الاهلي خده شويه ورجع بيه لل 18 مع حريه كامله لزيزو في التحرك في الملعب، وده بصراحه فرق كتير جدا. ركنيه لزيزو احمد رضا بيحطها بدماغه على يمين ابو جبل عشان يحرز الاهلي الهدف الاول ليه في اول 5 دقائق. بصراحه الاهلي في الاول 5 دقائق دول، اول 10 دقائق بالحريه الكامله اللي خدها زيزو، لا حسينا الاهلي بيتحرك، حسينا انه ضغط مودرن سبورت، حسينا ان بقى في شكل الاهلي. ومن هجمه غريبه بعدها بعد بدايه الشوط بحوالي 15 دقيقه، هجمه غريبه في الدقيقه حوالي 59 كان في تغطيه شويه من كريم فؤاد ناحيه الشمال، غطى الاوفسايد، كوره اتلعبت بينيه طوليه لحسام حسن اللي حطها بشماله على شمال شوبير عشان يحرز هدف التعادل. بعديها بحوالي 3-4 دقايق الاهلي على طول هاجم تاني وضغط مودرن سبورت. لا ابتدى يبقى في حركه وفي نقل كوره وفي اخطاء من مودرن سبورت، والاهلي خد الفريق لل 18 ومن عرضيه لزيزو برضو محمد علي بن رمضان حط كوره كويسه جدا بدماغه، ومن ركنيه بعد حوالي
15 دقيقة أو 20 دقيقة بنفاجأ بمودرن سبورت من كرة ركنية يطلع عليه الفيل يحط الكرة على شمال شوبير يحرز الهدف الثاني وتقدم مودرن سبورت 2-1. كل ده برضه مش حاسين إن في شك للأهلي، لا بقى في تغير في أداء الأهلي، في سرعة في الأداء، حرية اللي اداها لزيزو لمدة 10 دقايق فرقت جدا مع الأهلي. فوجئنا بعد كده إن رجع زيزو تاني ناحية اليمين وثبته ناحية اليمين، وابتدينا نحس شوية إن خطورة الأهلي مبقتش موجودة. اصرار المدرب برضه انه يحاول اختراق من العمق ده فرق كتير جدا مع النادي الاهلي، ما حسيناش ان في فرص كده. اول فرص الاهلي بتيجي على طول بنحس فرص الاهلي وكره النادي الاهلي اول لما الكره بتتلعب على الاطراف. المدرب برضه حاول يصحح الاوضاع شويه بنزول اشرف بن شرقي وجرادي شارد بقى محمد شريف اللي انا شايف انه مظلوم، مفيش كوره راحت له كتير طوال المباراه، ودي طبعا مشكله خط الوسط. في الشوط الاول قلنا ما قدمش حاجه خالص. شريف معذور، فوجئنا برضو بتغيير، مش فوجئنا شريف يطلع نزل جردشار، نزل اشرف بن شرقي لحاله الضغط الهجومي. مفيش بعديها بعد الهدف بتاع مودرن سبورت 3-4 دقايق من ركنيه برضو لزيزو مره ثانيه يطلع سين مرة يحطها بدماغه على يمين ابو جبل عشان يتعادل الاهلي 2-2 مع مودرن سبورت. ابتدى الماتش سجال دفاع مستميت من مودرن سبورت ومحاولات للهجوم مش بفعاليه كبيره، وانا شايف برضو الفكر المدرب هو اللي مأثر شويه على المباراه كتير. يعني انا حاسس ان المدرب عنده تخمه من اللاعبين مش عارف يوظف كل لعيب في المكان بتاعه، او مش عارف يختار التشكيل المناسب لكل مباراه. احنا بنقول دي اول مباراه مش هنقدر نحكم عليه، بس في الملعب في قرايه للملعب احنا ما حسيناش بصراحه من ريبيرو في اول ماتش في الدوري الممتاز. نتمنى طبعا في الماتشة الجايه الجهاز المعاون يبقى ليه دور شويه في توضيح امكانيات كل لعيب. هو طبعا شاف امكانيات كل لعيب، توظيف اللعيب، اختيار كل لاعب في المركز اللي يقدر يدي فيه، لان بصراحه دخل كتير جدا من النادي الاهلي في المباراه دي. واعتقد السبب الرئيسي في تعادل النادي الاهلي الماتش دوت هو التشكيل الغريب اللي بدا بيه المدرب الشوط الاول. انا راح منها 45 دقيقه ما عادش فيها اي خطوره هجوميه، ما تعبتش فيها المدافع، لا بالعكس انا سلمت نفسي ما تعبش فيها المنافس، لا بالعكس انا سلمت نفسي للمنافس وسهلت عليه الماتش، وبالتالي لا ما انهكتش المنافس الشوط الاول ريحته تماما، وابتدى الشوط الاول تعادل، وفي الاخر المنافس عرف يوصل اللي هو كان عايز يوصله، كان عايز على الاقل يوصل للتعادل. طموحاته ان لو كان كسب الاهلي ده حاجه فوق الوصف، لا هو وصل للي هو عايزه وهو تعادل مع النادي الاهلي في اول مباراه. النادي الاهلي المرعب اللي احنا كنا متوقعين منه كتير جدا مع بدايه الدوري الممتاز. دي كان ميل الاحداث اللي موجوده في الشوط الاول والشوط الثاني. الخلاصه لا المدرب لسه ما حطش بصمته، لسه ما طلعش من اللعيبه كل حاجه، اللعيبه عندها كتير جدا، وانا شايف ان المشكله لغايه دلوقتي مشكله المدرب عشان تشكيل وطريقه اللعب. طريقه اللعب لغايه دلوقتي مش مناسبه، تشكيل مش مناسب، الفكر في الملعب خلال المباراه لا ما شفناهوش كتير. فبرضه هياخد وقته ان شاء الله، ياخد وقته ونشوف كوره احسن خلال الفتره الجايه من النادي الاهلي. طبعا شابوه كبير جدا الكابتن مجدي عبد العاطي، لا عرف يوصل اللي هو عايزه ان هو ما يتغلبش، ولو خد نقطه من النادي الاهلي ده بالنسبه له مكسب كتير جدا، بل بالعكس هو كان اقرب للفوز لما تقدم على النادي الاهلي 2-1، ولكن الاهلي سرعان ما رجع تاني للمباراه وتعادل 2-2. دي كانت احداث مباراه مودرن سبورت والاهلي اللي انتهت 2-2 في تاني يوم من الجوله الاولى من دوري نايل 25-26. خليكم معانا في قول كوره. قول كورة واحنا كمان هنقول. ورجعنا لكم تاني في قول كوره ومع فقره المعلومه الاسرائيليه الكرويه. هل تعلم؟ هنتكلم النهارده عن ابعاد ميدان اللعب. ميدان اللعب اللي هو الملعب يعني. ميدان اللعب بنقول زي ما هو معلوم لكل واحد فينا ان خط التماس بيبقى اطول من خط المرمى. ابعاد الملعب المفروض الحد الادنى للخط التماس 90 متر والحد الاقصى ليه 120 متر، ده بالنسبه لخط التماس. خط المرمى الحد الادنى ليه 45 متر والحد الاقصى ليه 90 متر. انما في الملاعب الدوليه الابعاد بتختلف شويه، بيبقى خط التماس الحد الادنى ليه 100 متر للحد الاقصى 110 متر، وخط المرمى الحد الادنى ليه بيبقى 64 متر، الحد الاقصى ليه بيبقى 75 متر. دي كانت المعلومه الاسرائيليه الكرويه النهارده، ويا رب تكون فادتكم معانا. قول كورة واحنا كمان هنقول. ورجعنا لكم تاني فول كوره ومع فقره سؤال الحلقه السابقه والاجابه عليه. نفكر حضراتكم بسؤال الحلقه السابقه: ما هو قرار الحكم اذا لاحظ بعد احراز الهدف وقبل استئناف اللعب تواجد شخص زائد داخل ميدان الملعب عندما تم احراز الهدف؟
وتداخل هذا الشخص في اللعب؟ ده كان سؤال الحلقة اللي فاتت، والإجابة عليها بنقول لو الشخص ده اللي زي ده اللي داخل الملعب إذا كان لاعب بديل أو لاعب مستبدل أو لاعب مطلوب أو مسؤول من الفريق الذي أحرز الهدف، اللي بيحصل إيه؟ بيلغى الهدف وبيستأنف اللعب بركلة مباشرة من مكان وجود الشخص الزيادة ده. طب لو اللعيب دوت سواء اللعيب البديل أو اللعيب المستبدل أو اللعيب المطرود أو المسؤول ده كان من الفريق المنافس اللي دخل فيه المرمى، فده بيحتسب الهدف في الحالة دي. طب لو كان العنصر الخارجي ده، لو كان الشخص زي ده عنصر خارجي زي مشجع مثلا دخل الملعب وتدخل في اللعب، الحكم بيلغي الهدف ويستأنف اللعب بإسقاط. طب لو العنصر الزيادة ده دخل الملعب وما أثرش ما تدخلش في اللعب، بيحتسب الهدف، وفي الحالتين دول اللي دخل فيه العنصر الزيادة بيخرج العنصر الزيادة ده بره الملعب. دي كانت الحالات بالنسبة لدخول عنصر داخل الملعب وتدخل في اللعب أو لم يتدخل في اللعب. ده كانت الإجابة عن سؤال الحلقة السابقة. خليكم معانا في قول كورة. قول كورة واحنا كمان هنقول. رجعنا لكم تاني في قول كورة، وفي آخر فقرة من فقراتنا ومع نهاية اليوم الثاني من الجولة الأولى هنقول نتائج مباراة اليوم. النهارده سموحة كان بيلعب طلائع الجيش وتعادل 1-1. زد اف سي كان بيلعب المقاولين و2-0 لصالح زد اف سي. بتروجيت والاسماعيلي تعادل سلبي. الاهلي ومودرن سبورت تعادل ايجابي 2-2. دي كانت نتائج اليوم الثاني في الجولة الأولى من دوري نايل 2025-2026. ونفكر حضراتكم كده نحط الجدول بتاع ثالث يوم للجولة الأولى من دوري نايل 25-26. نفكر حضراتكم كده بالمنتوشة إن شاء الله بتاعت الغدا إن شاء الله بكرة إن شاء الله لحد 10/8 كهرباء إسماعيلية هتلاعب الجونة، ده على استاد إسماعيلية الساعة 6. فاركو هيلاعب إنبي على استاد حرس الحدود الساعة 9. البنك الأهلي هيلاعب غزل المحلة على استاد القاهرة الساعة 9. دي الثلاث مباريات بتاعت الغد الأحد 10/9 في دوري نايل 25-26. كل التمنيات لكل الفرق، وإن شاء الله نشوف دوري كويس. كان معاكم هشام حامد حكم الكرة السابق في قول كورة. السلام عليكم.